السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هعمل معاكم السمك المشوي البلطي بطريقة جميلة وسهلة. معايا معلقتين توم كبار، ومعايا 3 معالق فلفل مهروس احمر، ونص كوباية خل، وعصير 3 ليمونات. هنا بقى التوابل: معلقة كمون، معلقة شطة صغيرة، معلقة كزبرة ناشفة، ومعلقتين كبار ملح، جزرتين مبشورين. ونزلت كده قلبت الخليط ده كله مع بعضه. هنقص بقى الجزر ده شوية في طبق كده وهخليه على جنب. معايا 3 طماطمات، وبصلايه مقطعاها طرنشات، والطماطم مقطعاها مكعبات صغيره. انا غاسله السمك كويس ونقعاه في ميه وليمون لمده 10 دقايق، وبعدين شطفته وصفيته. ودلوقتي بقى هنحشيه كله بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. هتحشي الراس وهتحشي بطنه كويس، وبعد كده هيكون معايا رده ناعمه. هغلف السمك كويس قوي في الرده. على فكرة المفروض لما نيجي نشوي سمك ما نشيلش القشر بتاعه، بس انا بصراحة السمك ده كان القشر بتاعه متشال عشان انا كنت منضفاه عشان اعمله مقلي. بس انا برضه هشويهولكوا وهوريكوا هيطلع ازاي. هيطلع جميل قوي. انا هنا كده خلاص تبلت السمك. هغلفه بقى كويس بالردة. معايا طاسة تيفال كده حطيتها على النار عشان انا ما عنديش صاجة. يعني ممكن تستخدمي الطاسة التيفال عادي بس ما تجرحهاش. يعني حاولي تستخدمي حاجة سيليكون عشان ما تتجرحش الطاسة هتسخن قوي. وهنزل كده بالسمك بالطريقة دي. بص انا هقلبه كده من غير ما احاول اجرحه علشان خاطر ما يتقطعش مني عشان هو ما فيهوش قشر. في الصينية بقى اللي انا كنت حاطة فيها تتبيلة السمك، هنزل بالخلطة اللي انا شلتها على جنب، وعليها مية بتغلي كده زي ما انتوا شايفين، حوالي كوبايتين مية. وهزود التوابل بقى فيها شوية عشان تبقى طعمها حلو. هحط معلقة كمون، ومعلقة شطة صغيرة، ومعلقة ملح كبيرة، ومعلقة كزبرة ناشفة. انا ما بقلبش السمكة كتير وانا بشويها. انا بحطها مرة على الجنب بتاعها ده خليها تستوي، وبعدين بقلبها على الجنب التاني. وزي ما انتوا شايفين كده بحطها في الدقة دي بقى كده، واغرقها بقى، اسيبها لمدة دقيقة كده ولا حاجة، واغرقها بالخلطة اللي احنا حطيناها دي كده. انا غسلت الطاسة علشان ما يبقاش فيها اي حاجة، عشان ما تلزقش تاني في السمك وتتجرح مني. وحطيت بقى السمكتين التانيين بعد ما غلفتهم كويس كده. وبرضو اول ما بتستوي كده على ناحية بقلبها على الناحية التانية وبسيبها تستوي عليها. ما بطولش ابدا في تقليب السمك كتير، يعني بقلبها مرة او مرتين بالكتير بس. بعد كده خلاص كده السمك استوى معايا، وبالهنا والشفا. طبعا السمك ده احنا عاملينه في البيت، يعني ضامنين نظافته وعارفين احنا عاملينه ازاي، وحاجتنا كلها نظيفة وزي الفل. لو عجبكم الفيديو لايك وشير كتير، واشتراك في قناتي مطبخ شامة، وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني. وده الشكل النهائي للسمك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.